كتير بنسمع عن مصطلح التوكسيك ورك بليس أو بيئة العمل السامة. هي إيه أهم صفات بيئة العمل السامة علشان نبعد عنها وما نحولش شركاتنا لبيئات عمل سامة تدمر موظفينها؟ من أهم سمات بيئات العمل السامة مصطلح 24/7. يعني الموظف بتاعي ما يبقاش عنده أي work-life balance، ما عندوش أي حدود شخصية، متاح للاتصال ومتاح لمهام العمل طول اليوم، ما عندوش حدود شخصية ولا حياة ولا عنده أي التزامات مطلوب منه أنه يؤديها بره حدود العمل. تاني أهم سمة من سمات التوكسيك working environment وهي المايكرو مانجمنت، التدخل في أدق تفاصيل إدارة الموظفين. مفيش أي حدود ولا تمكين ليهم من أنهم ياخدوا قرارات، ودايما موجود معاهم في أصغر وأدق المهام اليومية. البنفيتس، الامتيازات اللي بياخدها موظفين، لازم تكون الامتيازات بتقدم لهم كل احتياجاتهم الأساسية واللي بتساعدهم على إحساسهم بالانتماء لبيئة عمل صحية. لو البنفيتس مش مدروسة بشكل سليم ما بتحققش العدالة للموظفين، سواء العدالة الداخلية أو العدالة الخارجية مقارنة بنفس الوظيفة في الشركات الأخرى، أكيد هتكون بيئة العمل غير صحية. جندر ستيريوتايبنج أو بيئات العمل اللي بتفضل نوع معين من الأشخاص للانضمام ليها، أو بيكون عندها تحيزات معينة تجاه نوع آخر من الموظفين. وأخيراً، من أهم سمات بيئات العمل الغير صحية أو بيئات العمل السامة ما فيهاش بريكس، وكمان الأوفر تايمز كتيرة جداً.